أهلا بك أعزائي المشاهدين. الرقة، العذوبة، خفة الظل، الحضور. ماذا لو اجتمعت في فنانة؟ فنانة كل أفراد أسرتها موهوبون. شقيقتها الفنانة نجاة الصغيرة. شقيقتها ترسم وتبدع فوق الورق هي الفنانة سميرة. ظهرت يوما ما على الشاشة فتنبأ لها عبد الحليم حافظ بالصعود والشهرة. قال عنها الشاعر كامل الشناوي إنها لم تتلقى من العلم كثيرا ولكنها في الفن أستاذة. إنها أشهر شابة في الوسط الفني وأشهر نجمة شباك. جمهورها الأطفال والكبار والصبايا والشيوخ. أقدم لكم، رغم أن هي في البداية قدمتني، سعاد حسني التي غنت في طفولتها أنا سعاد أخت الأمر بين العباد حسني اشتهر. أهلا وسهلا مدام سعاد. أهلا بك. أنا الحقيقة أنا قلت الكلمتين هذه اللي أنا سعاد أخت الأمر. أيوة. فأحب أسمعها بصوتك لو سمحتي في البداية. دي حاجة من زمان قوي. ممكن نسمعها بصوتك شوي؟ دي حاجة بقى لها سنين وسنين مش فاكراها دلوقتي. كيف أنا فاكراها هذا؟ أنت ما أعرفش مين قال لك عليها. طيب ست سعاد، في البداية أنا تكلمت عن جمهورك اللي هم يمثل الشباب والشيوخ يعني في نظرك أنت مين بيمثل، الشباب أو الشيوخ أو المراهقين أو المراهقات أو السيدات أو المسنات أو الأطفال؟ تعتقدي مين جمهورك؟ هو يعني من كل الأنواع برضو، بس متهيألي إن البنات يمكن أكتر، نسبتهم أكبر. البنات اللي في سن 20 و15 و18 وكده. ليه؟ مش عارف يعني ليش البنات اللي حددتي السن، انت حددتي سن معين لهم؟ هو يمكن عشان انا بعبر عنهم في الغالب، بعبر عنهم دايما السن ده، الجيل الجديد، عشان كده يمكن متأثرين بيا اكتر. بتذكرين اول مرة استدعوكي للاختبار في السينما؟ ايوه. وهل كنت تتصوري ان تنجحي يوما ما مثل ما نجحتي الآن وبتنافسي أسطورة الفن أو أسطورة السينما العربية السيدة فاتن حمامة؟ أنا أول حقيقة ما خدوني عشان أعمل تيست. قبليها يعني بشوية ما كنتش في تصوري إن أنا هطلع ممثلة. أنا كان كل تفكيري إن أنا هطلع مغنية. يا سلام، الحين بتغني لنا زي أختي نجاة بهي مغنية، فأنا هطلع مغنية زيها. أيوة. مسألة التمثيل دي ما كانتش في ذهني أبدا، كانت بمحض الصدفة كمان جت الحكاية. أيوة. رحت كانوا بيكونوا مسرحية مع عبد الرحمن الخميسي، وبعدين رحت من باب الفرجة يعني. فأما عبد الرحمن الخميسي قال لي تخليكي معانا وتشتركي معانا يعني في المسرحية. فابتديت أتفرج بقى على الحاجات يعني الحاجات الفنية وازاي بيقفوا على المسرح وازاي وبعد كده بقى عمل هو حاجة اسمها حسن ونعيمة. أيوة. للإذاعة، وبعدين خدوها منه في السينما محمد عبد الوهاب وبركات. جميل. غنيتي انت مثل ما قلت انا، غنيتي مجموعة من الأغاني. أيوة. تتذكري شيء من الأغاني اللي غنيتيهم؟ وانا كبيرة طبعا. وانت كبيرة وانت صغيرة بقى؟ وانا صغيرة كنت بغني غنوة اسمها طولي شبر وجهي بدر صوتي سحر كل بشر. اصل كان عمري 2.5 سنين وانت بتغني؟ طيب وانت كبيرة؟ برنامج الأطفال. وبعد ما كبرتي بعد غنيتي؟ عندي اغاني مثلا في فيلم صغير على الحب، غنوة اسمها يا عم حزنبل. ممكن نسمع شوي منها؟ متهيألي هي موجودة عندكم في التلفزيون؟ لا، هي موجودة في الإذاعة مش موجودة في التلفزيون. إيه؟ سجلناها
فممكن نسمعها الآن لو سمحت. بس أنا الحقيقة أصلي يعني وأنا في البداية عفوا أحب أعتذر للأخوة المشاهدين، لأن مدام سعاد مريضة لها أسبوع، ونرجو لها أن تشفي بسرعة لأن صوتها شوي مبحوح. أيوه. وإحنا وراها من أسبوع ونحاول نسجل معها هذا اللقاء، وتكرمت علينا وتفضلت ووافقت أن احنا نزورها في بيتها ونسجل اللقاء لا هذا. العفو يا خبر، احنا إذا اعتذرت عن الأخوة المشاهدين. أيوه. عشان ما تعتذري لصوتك. لا ما هو عشان كده صحيح يعني فممكن نسمع معلش. مش هقدر يعني. بتتهربي من يعني المشاهدين يحبوا يسمعوا. والله انا مساعده اجيب لك يعني لو كان حاجه عشان يتفرجوا عليها ويسمعوها نجيبها لك. لا يبون او اي حاجه من الاغاني، مثلا في فيلم الزواج على الطريقه الحديثه، مش عارفه عندكم ولا لا. في برضو غنوه حلوه اسمها خدنا اجازه خدنا اجازه. لا احنا سمعنا نسمع الاغاني او نشوفها في الافلام، بس نحب نسمعها من سعاد حسني وهي جالسه بدون موسيقى بدون افلام بدون شيء، طبيعيه، واحنا زايرينها في بيتها نحب نسمع وصوت الطبيعي. طيب اسمعك اخر حاجه بقى. تفضلي. اللي فيلم خلي بالك من زوزو. لا انا هذه احنا لسه ما وصلنا بعدين هذه الفن فاريد اغاني قبل هذه الاغاني. ما انا مش فاكراها قوي. حاولي، مش معقول الفنان بينسي الاشياء اللي عملهم، فانت ما فكرت تنسي، بس انا خايف عاوزه تتهربي يعني. انا خايفه كمان يطلع صوت مش قد كده. لا يعني صوت انا اعتذرت في البدايه وقلت للاخوان المشاهدين ان انت صوتك شوي مبحوح يعني، واحيانا المشاهدين كلهم بيقولوا او يتمنوا لك الشفاء العاجل بسرعه. ميرسي قوي. اغني ايه بقى؟ اختاري. الغنوة دي تلحين محمد الموجي، كانت في فيلم زواج على الطريقة الحديثة. كان مجموعة مع بعض طالعين اجازة ورحلة وفرحانين بانهم واخدين اجازة، فبيقولوا ايه: خدنا اجازة خدنا اجازة خدنا اجازة، والاجازات ايام ممتازة، خدنا اجازة بتفسحنا ترارا وتريحنا من هؤلاء وتلك وهذا، خدنا اجازة. شكرا. مدام سعاد، احنا شاهدناك في اللون الاستعراضي وفي اللون الجاد وفي الدراما وفي الكوميديا الاجتماعية ايضا. وايضا غنيتي كثير. اللي ابي اعرف، هل انت تؤمنين بالتخصص ام لا؟ التخصص في السينما. في السينما. مش في لون واحد. ايوه يعني انا احب اعمل كل الالوان في السينما، لكن ما احبش اشغل نفسي ازيد من طاقتي ان انا اشتغل في المسرح وفي الاذاعه وفي التلفزيون وفي السينما. افضل ان انا اخلي كل جهدي محطوط في السينما. في السينما. لكن في الالوان مختلفه لازم اعمل يعني اعمل كل الالوان اللي اقدر اعملها. طيب اي الالوان انت بتميلي لها اكثر وتحبي تعمليها اكثر؟ انا عموما احب الافلام الاجتماعيه عموما يعني، واي دور يعني انا احب اعمله طالما انه مرسوم صح، سواء معمول على الطريقه الكوميديه ولا معمول على الطريقه التراجيديه، يعني ده ما يهمنيش. جميل. ولو اني بميل بقى يعني من زمان للون الاستعراضي. يعني احس ان هو الناس بتبقى فرحانه وهي بتتفرج عليه، فانا مياله للون ده اكتر. للون الاستعراضي. بالنسبه لاخر افلامك اللي هو على وشك العرض او وشك الانتهاء، اللي هو من اخراج زوجة علي بدر خان. ايوه. هو من اي لون يعتبر؟ هو من اللون الاجتماعي التحليلي. يعني هو بيحلل العلاقه الزوجيه بين المراه والرجل، وايه الاسباب اللي ممكن تخلي بينهم مفيش وئام او مفيش تفاهم، او اذا كان الزوج بيتصرف تصرفات معينه بتضايق المراه او كده. يعني هو تقريبا فيلم اجتماعي يعني. طيب العمل مع زوجك، انت عملتي في الفيلم الاخير هذه اللي بتعملي مع زوجك، هل وجدتي في صعوبه يعني او في تساهل، لانه هو مخرج الفيلم؟ يعني في اسهل ام اصعب؟ والله يعني متهيألي كان اصعب شويه من التعامل مع الاخرين، مع الغربه. ليش السبب؟
معرفش، جايز لان الزوج والزوجة برضو بيبقوا حاسين انهم ليهم على بعض حقوق يعني، او ليهم على بعض انهم يقولوا اي حاجة. أيوة. فيمكن مثلا انا لما اكلم مع مخرج، او لما مخرج يتكلم معايا بيكلمني وحاطط في اعتباره ان انا فنانة وهو مخرج، يعني في حساب في اما علي بيعاملك كزوجة. انا علي بيعاملني كزوجة، بينسى بقى ان انا في الاستوديو مثلا ممثلة بس مش زوجة. وانا برضو معنى هذا ان بفهم ان المخرج الزوج بيكون العمل معه اصعب من المخرج الاخر. يعني اذا كان المخرج زوجته بتمثل معه وبتشترك معه في الفيلم وهو مخرج الفيلم، اصعب من ان الفنانة تشترك مع مخرج اخر. يعني هو اصعب زي ما شرحت لحضرتك، وفي نفس الوقت برضو في ميزة تانية ان بيبقوا الاتنين مع بعض باستمرار، فبيبقى في ألفة وفي التفكير وتقارب باستمرار، وفي وقت طويل لانهم يعني يحققوا يعني اللي هم عايزينه. يعني في ميزة وفي عيب. إذا مثل ما فهمنا أن عمل الفنانة مع زوجها كمخرج بيكون أصعب. في عندي سؤال وأرجو أن تعترفي بحق، يعني هل أنت بتشتركي في تعديل السيناريو إذا عرض عليك سيناريو معين، يعني في تعديله، أم بتأدين الأدوار اللي بتأدينها ببراعتك المعهودة؟ لما بيتعرض عليا أو في نفس الوقت بتتركي القيادة للمخرج يتصرف؟ لما بيتعرض عليا سيناريو في الأول، عشان إذا عجبتني الفكرة والموضوع بقبل إن أنا أشتغل فيه أساسا، وبعدين بقرأ من وجهة نظري طبعا لما بشوف إن في بعض العيوب، بعض نقط الضعف اللي موجودة، فبقول رأيي فيها على طول إنها عايزة تتصلح وتتعدل بالطريقة الفلانية وطريقة كذا. دي حاجة مهمة جدا، يعني يمكن من أهم الحاجات اللي أنا بعملها. أما مسألة التمثيل فطبعا أنا بأدي الدور زي ما بفهمه، وقطعا بمساعدة المخرج. احنا سمعنا في الفترة الأخيرة أن في هناك عمل مشترك بينك وبين الفنان عبد الحليم حافظ. أي. وفي فيلم بيخرج إلى حيز الوجود. أي. احنا اللي نبي نعرفه متى بيخرج الفيلم هذا ومتى بيشوف النور؟ والله هو الأستاذ عبد الحليم أصل صحته تعبانة، وده السبب اللي هو أخر الفيلم، لسه ما اتعملش لغاية دلوقتي. على كل حال هم بيشتغلوا في السيناريو، وأنا مش عارفة بالظبط يعني امتى هيتعمل، لكن يعني أعتقد يمكن في أواخر السنة دي.